يقتدى به من بين عشرات المساجد بالولاية. شباب وأطفال وشيوخ يتجندون تطوعا ويوميا خاصة يوم الجمعة في حملات تشجير وتنظيف. كل جمعة نأتي إلى هنا لكي ننظف الساحة. وكيفاش تتم عملية التنظيف؟ كيفاش تنظموا انتم؟ بالتعاون نتعاونوا باش نقلبوا الجامع تاعنا نظيف. النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان. واجب من واجبات الإسلام. كشيوخ ربيهم على تنظيف بيت ربي سبحانه وتكون نظافة يعني باهية ويقوموا بالواجب نتاعهم الأولاد هذو أحسن الواجبات. الأولياء يحرصوا أنه يبعثوا أولادهم لهذا المسجد خاصة المحيطين بالمسجد يعني. احنا ما نكتفيوش إلا بتعليمهم القرآن الكريم، ولا إذا كان هناك عمل هكذا في المسجد نكلفوهم الأولاد يعجبهم الحال لأنهم يتنحلهم هذاك الروتين. القائمون على سير شؤون هذا المسجد لا يعتبرون هذا العمل الخير إلا واجبا دينيا وإيمانيا، أجر يسعون إليه لإعطاء بيت الله ما يستحقه جمالا ونظافة. نظف كما نقولوا قاعة هذه نتاع الوضوء، وعندي المسجد الفوق ثاني نوسيه، وعندي الساحة ثاني اللي هنا بفضل إخواننا يعني المتطوعين يعني يجوا يخدموا معنا محيط نتاع المسجد هذا، ونتعاونوا يعني على الخير إن شاء الله. كاين كلش، الماء سخون موفرين لهم، عندنا في الشتاء الأرضية تكون سخونة. ما شاء الله نعمة رحمة ربي، مسجد كبير مستع، قاعة كبيرة، يعني المصلي يصلي مرتاح. نظافة المسجد هي واجب شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد وأن تنظف وأن تطيب وأن تجمر كما كان عليه يعني الأمر، وكذلك هو واجب يعني اجتماعي خلقي، ينبغي أن تكون مساجد الناس على أحسن هيئة. المسجد هو مجهز بأحدث التجهيزات الصوتية، مجهز بكاميرات، مجهز بأفرشة من أحدث الطراز، ويؤدي نشاط ما شاء الله، فبالتالي حق له أن يكون مسجد نموذجي. ويبقى التنافس والمبادرة على تقديم الأفضل لبيوت الله باب فيه أجر كثير. بهذه النفقة